قابل اخين بيشكلوا، فهو قاعد يقول اللهم بارك اللهم بارك، فقاموا ضربوه، والكبير فيهم قال له قول الصغير يحترم الكبير، الصغير يحترم الكبير، فمشي يقول الصغير يحترم الكبير، الصغير يحترم الكبير. قابل جزار كان في كلب لا مؤاخذه اكل منه حته لحمه وكان بيجري وراه، فهو قاعد يقول احترم اخوك الكبير احترم اخوك الكبير. قابل جزار ماسكه عشان يضربه وجرى وراه، فهو بدون قصد دخل محل عطاره، فلما وقع الحاجه قام العطار قال له كده حرام عليك انت وقعت الزعتر على عنزروت. قال له ايوه هات ب 10 جنيه عنزروت. العنزروت عباره عن عشب زي الشاي زي الشيح زي اليانسون زي البابونج بيشرب. نفهم ايه من الامر؟ نفهم ان الشخص الذي لا يقرا يعتمد دائما مش خبرات على الكثير من الاكاذيب اللي احنا بنسميها الجيل الخامس من الحروب اللي هي الاشاعه وترديد الكلام. فانا عندما اقول معلومه يجب علي ان احدد مصدرها، وهنا قلنا في ندوتنا الاولى من هو المثقف ومن هو المتخصص، وقلنا ان المثقف هو الذي يعرف شيئا عن كل شيء، بيعرف رياضه بيعرف فن بيعرف ادب بيعرف تاريخ، ووسيلته هذا الامر هي ارخص وسيله 3 جنيه يشتري الجريده اليوميه يتعلم منها القراءه الصحيحه، وان هو يكون شخص ملم بالحياه. واحنا تربينا على هذا الامر ان الجريده اليوميه المقولات بقى العشوائيه اللي احنا قلنا هو لسه في حد بقى غلط، ما هو اختيار، انا بختار اما اني اعرف او لا اعرف، يا اما لا اتحدث. الشخص الذي لا يعرف واختار ان هو يكون سلبي تجاه نفسه وتجاه الاخرين وما بيقراش، اذا هو بالظبط زي الايه؟ زي طفل العنزروت بيردد اشياء ليس لها اصل وليس لها مصدر، وان هو عرف مصادفه ان العنزروت دون ان يتكلف مشقه يسال والدته ان العنزروت ده نبات عطري ويباع عند الخطاب. حكينا من ضمن الحاجة، وبرضه احنا ما بنبعدش عن السعاده، واي حد يحب ان هو يستضيفني يقول راي او يسمعه يا ريت. فحكينا من ضمن الكلام عن ان احدى المعلمات طلبت من تلامذتها ان هم يكتبوا موضوع يعبروا فيه عما يريدوا ان يصلح، كل واحد عايز يبين. فهي لما روحت بالاوراق قعدت تقرا، توقفت عند ورقه قرأتها للنهاية، بكت بكاء شديد، فسألها زوجها السبب، فطلبت منه يقرأ المكتوب في الورقة. الولد كاتب بيقول ايه؟ صلى على النبي، بيقول اتمنى ان اكون تلفاز او اكون هاتف محمول، اتمنى ان اكون تلفزيون او اكون هاتف محمول. ومنين الحاجة؟ ليه؟ لو كنت تلفزيون اسرتي هتتجمع حواليا، لو كنت هاتف محمول لن تفارقني امي، لان دايما اكون في ايدها، حتى ان هي لما بتيجي تنام هتاخدني في حضنها، لو حصل بي حاجه هتعالجني، وهتخشى عليا دائما من السقوط. هو ده احساس وده افتقاد. رايكم ايه في الرد؟ اتفضل. حضرتك مش سامعاني؟ لا الصوت مش الكلام مش واضح قوي، المايك ماشي شويه. ماشي. هسمع بقى حضراتكم في سبيل الانتقال. اتفضل. انا مفهومي للسعاده ان انا اول ما طلعت سن ال60 سالت نفسي السن بعد سن ال60 ده بدايه ولا نهايه؟ فانا عن نفسي فكرت واعتبرتها هتبقى بدايه ان شاء الله. ليه؟ لان الانسان هو اللي هيجيب السعاده لنفسه، محدش هيجيب السعاده. السعاده بتاعتي اقتبستها من ايه؟ من هواياتي. انا هواياتي هاندميد وكنت بشتغل حاجات هاندميد كده، قلت وليه بقى ما اتفرجش في الحاجات دي ما دام انا سبت شغل. انا شغل الخدمات الاجتماعيه دي شغلها مرهق جدا، شغل جامد طول 6 ساعات او 7 ساعات، شغل متواصل جامد. فطبعا هقعد هيبقى عندي وقت فراغ جامد. فانا فعلا استغليت النقطه دي وبدات شغلي تقريبي خرزي حتى فعلا بدات انتج
بتكلم على حضرتك هذا التواصل الحمد لله. كلام جميل. اتمنى لحضرتك ان يكون الامر مخطط. كلنا بنحتاج في لحظه ان احنا نجيب ورقه وقلم ونكتب مع نفسنا خطوات. واضح ان البعض يود ان هو يعلق على كلام اختنا. في حد له رغبه في التعليق او في التعبير؟ احنا قلنا ان مهاره التعبير عند اي حد فينا من رحم الذكاء اللغوي، وهنا اتكلمنا كنا في المره الثانيه عن الذكاءات، وقلنا ان الذكاء ليس واحد وان الذكاءات متعدده، فهناك ذكاء بصري للفنانين التشكيليين، وان لو حد فينا اتعرض قدامه لوحه، كل واحد لنا قدرات في الذكاء البصري، فيمكن ان هناك شخص يحدد امرين، يقول في نخله وفي مثلا راعي غنم، وفي شخص عنده ذكاء بصري اكبر يقدر يحدد اشياء اكثر من خلال اللوحه. وقلنا ان في ذكاء سمعي للاشخاص الموسيقيين وقراء القران، انه يعلم المقامات ويستشعر النغم الى اخره. وقلنا في ذكاء لغوي، اشخاص تجيد التعبير، والاشخاص دي محظوظين الى درجه كبيره، حتى اننا نلاحظ في علم النفس او العلاج النفسي ان اغلب الاشخاص التي تجيد تحكي عن نفسها افضل من اشخاص تجد صعوبه في اخراج ما بداخلها، لان احنا دايما يجب ان ننتبه ان في داخلنا زي ما قلنا خزانه او حجره مظلمه بها 80% من ذكريات، البومات صور. وان كان البومات صور ده اصبح تعبير شويه قديم، لان اغلبنا دلوقتي في الجاليري والمعرض، واغلب صوره ما عادش في حد بيلتقط الصور الجرافيك، مش كده برضه؟ الاغلب اصبح صوره على الموبايل. حد عايز يعلق على الكلام؟ هو زي ما قالت الحاجه، هو الواحد بيتعايش مع الظروف، ان العمر في مراحل عمريه الواحد لازم يكيف نفسه مع المراحل العمريه بتاعته. كلام جميل. برضه ده بياخدنا على اننا استاذ عبد النبي لما اتكلمنا في الشخصيه استكمالا وما يمكن ان يكون سعاده للشخصيه، قلنا ان الشخصيه منها شخصيه سويه، وقلنا سمات الشخصيه السويه الصبر والاحتمال، حياتنا تحتاج الصبر والاحتمال. قلنا الابتسام وقليل من الضحك. قلنا 3 الدعابة على الا تكون على حساب الاخرين. قلنا الحب والتسامح. قلنا يعني التواضع شرط الا يقلل من قدري او وقاري. في المقابل الاشخاص اصحاب السويه الغير جذابه، اشخاص غير اسوياء، اولا ان يعاملوا الناس على انهم رقباء عليهم، رقيب عليه، دي شخصيه غير سويه. وان يكون له نقد لاذع سواء طلب منه راي او لم يطلب منه. على سبيل المثال حكينا يا استاذ عبد النبي المره اللي فاتت الزوج والزوجه المنتقلين لشقه جديده، واعتادوا ان هم يفتحوا الشيش ويقفلوا الازاز، وكانوا بيتناولوا الغداء زي ترابيزه مستديره كده، فكانت دايما بتعلق على غسيل جارتها، فكانت تقول له تعرف واضح ان هي لا تحسن اختيار مسحوق الغسيل او ان غسيلها مش نظيف. كل مره تكرر نفس الكلام الى ان فاجئها في يوم لما بتقول له واضح ان هي غيرت مسحوق الغسيل، فكان الاجابه انه هو من قام بتنظيف ازاز الشباك. من هنا بدات ترى جارتها بمظهر اخر. فبنقول ان الاشخاص التي تعامل الاخرين على ان هم رقباء عليهم، انهم اصحاب نقد لاذع. ثالث حاجه ان هم بيفنوا حياتهم كلها في سبيل اشياء غير جوهريه، كان يكون متعصب لفريق او صاحب راي في حزبي الى اخر هذه الاشياء، يفقد من خلالها صحته، اعصابه، اصدقائه، ربما امواله. حاجه ثانيه او رابعه قلنا ان هو ربما ان يود دائما ان يكون في المقدمه دون ان يعمل لها، ما خدش باسبابها، ولكن يود ان يكون هو الاول ويلجا الى اساليب غير سويه من رشوه وفساد الى اخره. واخيرا قلنا ان يكون صاحب وجهه نظر لا يتنازل عنها ابدا، علما بانه التنازل عن وجهه نظر احيانا كثيره من اجل من يحب اصلاح نظر، ليس تقليلا من شان الاشخاص ولكن هو اصلاح لنظري. اتكلمنا برضه من ضمن القص الجميل وفي قصه الذكاءات، احنا قلنا عصف ذهني فافكارنا تبدو غير مرتبه، ولكن في النهايه دي الندوه، دي مش محاضره عشان نكون منصرفين. المحاضره ترتيب افكار،
وكلام يبدو جاف من طرف واحد، لكن احنا نتمنى ان نشترك جميعا في